سلام سلام الزينات، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى انه يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه واحسن الاحوال. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفه ولا اروع تاع الشيفلور، درت لكم بطريقه بزاف بنينه واكيد ولادكم رايح تعجبهم وما يحسوش كامل باللي راهم ياكلوا في الشيفلور، خصوصا لاولادو. كاين بزاف لاولادهم ما ياكلوش الخضره ومنهم انا وليدي. لهذا درته لكم بطريقه بزاف بنينه. درت معها ايضا هاد المسكوتشو، درتو قهوه العصر، جا بزاف خفيف وشربته هكذا مع الاخر بالشوكولا، جا هايل. البنات اللي حبت الوصفه تكتب لي في التعليق، نديره لكم في فيديو اخر هكذا باش ما يجيناش الفيديو طويل. كيما راكم تشوفوا جا اسفنجي وخفيف هكذا. انا هنا كنت زينته غير بالشوكولا، تقدري تزيدي له المكسرات، تزيدي له هذوك لي بيبي دو شوكولا، انت واش حبيتي تزينيه من الفوق يبقى اختياري. هكذا البنات، هذا كما قلت لكم درتو لقهوه العصر، شربنا به القهوه. الان البنات نروحوا نبداو في الوصفه، وقبل ما نبداو ما تنساونيش حبيباتي لايك واشتراك هكذا باش يوصل الفيديو لاعلى نسبه مشاهده ويستفاد منه الجميع، وباش ايضا تدعموني وتزيدوا تحفزوني باش نمد لكم وصفات اكثر. هنا راني قسمت معكم هذاك المسكوتشو راني نوريكم فيه، راني نزخ عليكم البنات على بالي كامل تعرفوا ديروه، ولكن هذا حقيقه يجي بزاف هايل. ان شاء الله نديره لكم فيديو القادم ان شاء الله. الان بنات نبداو في الوصفه. اول حاجه عندي هنايا في الطنجره تاعي درت كميه تاع الزيت، ودرت حبه بصل كنت سكرفشتها، درت ايضا طرف هكذا تاع صدر الدجاج كنت قطعته هكذا الى طرف صغيره وخليتهم يتقلاو هكا مع بعض. زدت ايضا كميه تاع الثوم حوالي 4 سنينات يكونوا كبار، درستهم وضفتو معاهم وخليتهم كامل هكذا يتقلاو. هنا بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج والبصل مليح، زدت له 2 حبات طماطم كنت رحيتهم، زدت له معدنوس، زدت له الحميصه والتوابل، كان عندي الملح وفلفل الكحل فلفل عكري وتوابل الدجاج، وزدت ايضا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. اللي حبت تزيد الهريسه تقدري تزيدي الهريسه هكذا، اللي تحب الماكله تاعها تجي حاره. خليتهم كامل هكذا يتقلاو مع بعض. من جهه اخرى رحت لهذاك الشوفلور تاعي البنات، كنت نقيته وقطعته هذوك الزهرات تاعو، درتهم يتغلاو في الماء والملح وشويه ثوم والرن ودرتو يتغلى حتى طاب. عندي ايضا هنايا كما راكم تشوفوا معايا البصل، الثوم، بولي اشي، عندي المعدنوس والتوابل هما نفسهم اللي كنت درتهم في لاصوص. انا يعني استعملت هذه التوابل، انتي ديري توابل اللي مرفه تعتمديهم. هي اول حاجه ان نحولو هذاك العرف اللي يجي من تحت هكذا البنات بهذه الطريقه هكذا، شوفوا معايا. ومن بعد نحكموه نعصروه مليح، لازم نحولو كامل هذاك الماء. انا بعد ما غليته كنت درته في الكسكاس وخليته يتقطر من الماء ديالو، ومع ذلك شوفوا كميه تاع الماء اللي هبطت منه هكذا باش كي تكوني تقليه ما يتحرحرلكش في المقله. هاد العمليه لازم ديريها. شوفوا كميه تاع الماء، ودوك نكمل كامل هاد الكميه اللي عندي هكذا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هذيك طريقه سهله. هكذا هنايا شوفوا الكميه اللي هبطت منه. الان نقدر نبدا نستعمله. عندي هنايا هذاك المعدنوس، نزيد نضيف له التوابل، نضيف له هنايا تقدروا ديروا لحم مفروم، لحم الدجاج، لحم الشاورما، نتوما ما حبيتوا تستعملوا. انا هنا استعملت لحم الدجاج مفروم هكذا. كانت ما عنديش لا شابليو عوضتها بالفارينه، تقدري ديري، درت هنا 2 مغارف تاع الفارينه، تقدري ديري ايضا 2 مغارف شابليو. عندي حبه بيض وخلط كامل هاد المكونات مع بعض بهذه الطريقه هكذا. من المستحسن انكم ديروا لا شابلور، انا ما كانتش متوفره عندي. هنا البنات نروحوا نشكلوا هذوك الكويرات. تحكمي هنايا شويه ما تساعدي روحك بيه باش ما يلصقلكش يدك، ونشكلهم على هذا الشكل
هكذا كل ما نشكل ندير في الفرينه. وكنت وجدت هكا صينيه ولا وجدي ان بلا ولا ديري له شويه فرينه باش ما يلصقوش معاك. هكذا البنات، ونشكل كامل الكميه هذه اللي عندي. خرجت ما شاء الله، يعني خرجت لي زاكيه. هنا عاودت وليت المرقه تاعي بعد ما تقلى لي كلش مليح. زدت له كميه تاع الماء الساخن، اكدولي على الماء الساخن وخليتهم يطيبوا مع بعض، وهذاك الحار لازم يكون حاضر. هكذا البنات، هنا بعد ما شكلت هذوك الكويرات معكم درتهم كما راكم تشوفوا. علاش يعني شكلين نتوما واش حبيتوا ديروا الشكل اللي تحبوه. هكا انا درتو على شكل صبيعات وشكل كريات، ودرتهم فوق النار خليتهم يتقلاو. بالنسبه للنار تكون متوسطه، ما تزيدولهاش وما تنقصولهاش هكا باش ما يشربش معكم الزيت كي تنقصولها، وكي تزيدولها باش ما يتحرقوش معكم. وقعدوا قلبوا فيهم حتى ياخذوا لكم تحميره شابه كما راكم تشوفوا فيها. هاد الكريات هذوما الشوفلور هذا تقدروا تاكلوه يعني هكذا بلا ما ديروا له لاصوص، بلا هكذا تاني يجيكم بزاف بنين. وبعد ما كملت تقليتهم درتهم كامل هكذا فوق بابي موشوار باش يمتصوا كامل الزيت اللي فيه. وكما راكم تشوفوا معايا هذه هي الكميه اللي خرجت لي ما شاء الله، كميه زاكيه. بعد ما غلات معايا هذيك لاصوص، طاب معايا كيما شفتوا الدجاج كامل طاب، رميت هذوك الشيفلور داخل المرق. نخليه حوالي 5 دقائق باش يتشرب كامل البنه تاع لاصوص. وفي الاخير زينته بشويه تاع المعدنوس. وكان هنايا طبق معنا واجد جا بنه ما نحكي لكمش يا البنات، ان شاء الله تجربوه هكذا. وكانت هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. درت لكم طبق ولا اروع بنين، اللي ولادها ما يحبوش الشيفلور درته لكم بهذه الطريقه ما راحيش كامل يحسوا به. خصوصا تقدروا ديروا له الفيوند اشي ولا البولي اشي، شاورما تاني، كل واحد ومقدوره. هذاك الصدر تاع الدجاج ايضا اللي درتو في لاصوص مع الاول تقدروا ايضا تستغناو عليه، ماشي شرط انكم ديروه، لانه لي بولات تاع الشيفلور راهم فيهم يعني كميه تاع اللحوم. نقسم معاكم كما العاده والعوايد جا ولا اروع البنات. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتعودوا تعتمدوها كوصفه تفرحوا بها ولادكم، خصوصا اللي ما يحبوش الخضر. هكذا ما راكش كامل يحسوا بهذاك الشيفلور. وما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر وصفه اخرى، ومع السلامه.